عمر الشريف قال على مارلين مونرو الشرق هند رستم انها مش جميله. هند الله يرحمها يعني دلوقتي بس ما كانتش جميله. ازاي شافها مش جميله؟ امال ايه هو الجمال بالنسبه له؟ تفتكروا مقاييس الجمال بتختلف؟ في الفيديو ده هنعرف الاجابه. انا نورة الخياط وده اخر متر. امال ايه هو الجمال ايه؟ انت جايه تقولي دلوقتي بعد ما خلصت الجمله وما صدقت؟ الحقونا. يخرب بيتك ميسي تعالى. رونالدو حب رونالدو. ايه يا شيخ؟ ايه يا شيخة؟ ايه بقى يا شيخة؟ اوروبا في القرن ال18 ظهرت موضه الشعر الرصاصي اللي هو لا ابيض ولا اسود، فبقوا الستات يلبسوا بواريك رصاصي عشان ده علامه من علامات الجمال. ولون البشره الابيض كان دايما حلم للبنات اصحاب البشره الخمريه، لكن دلوقتي تلاقي محلات الميك اب مليانه منتجات تدي اللون البرونزي، وتلاقي واحده فاضل لها 2 فولت وتنور نقع نفسها في الشمس عشان تبقى برونزاج. في تايلاند وخصوصا في قبيله الكايان من علامات الجمال الرقبه الطويله طويله جدا، طموحهم ينافسوا ناطحات السحاب فوق، لدرجه انهم بيحطوا للبنات على رقبتهم لفه نحاس من وهم عندهم 5 سنين عشان رقبتهم تطول، وبيشيلوها كل 10 سنين. وموضه الرموش الطويله عملت للناس هوس، لدرجه ان في باريس الستات حاولوا يخيطوا شعرهم العادي في رموشهم بالابره والخيط كده عادي. اهم حاجه بس تتاكدي ان الخياطه مش باينه احسن نتكشف. انا يا ابو هتفرتكها انا يا ابو الاداهيم. لحد ما اكتشفوا الرموش الصناعيه سنه 1902، وطول ما انت قاعد تلاقي اعلانات تركيب رموش شعره بشعره. وفي الصين كان في موضه كعب الغزال. لا مش ده، كعب الغزال حرفيا بيحطوا رجل البنت في قالب على شكل كعب الغزال عشان يصغرها. وفي موريتانيا في عالم موازي عندهم السمنه من مقاييس الجمال، لدرجه ان بقى التسمين هناك اجباري عشان يتجوزوا. وعندنا تفضل البنت من دول قطع اكل وشرب وشغاله دايت ورياضه ورياضه ودايت ودايت ومش هيرحم نفسي ودايت ورياضه ودايت. اما النمش اللي الناس قعدت سنين تعاني من التنمر والاحراج لحد ما ظهرت موضه النمش في 2022، وبقت البنات كلها تسعى انهم يعملوا نمش مزيف كعلامه من علامات الجمال. ومن اشهر واجمل الفنانات اللي عندهم نمش الفنانه نور. والبي بي سي عملت تقرير عن دور السوشيال ميديا وصور الفنانين والمشاهير في تغيير مقاييس الجمال في العالم، ولقوا انها بتتحكم بشكل كبير في مفهوم الجمال وفي درجه الثقه بالنفس عند المتابعين. لا واثقه من نفسها مش واخد بالك. في النهايه مقاييس الجمال مختلفه من شخص لشخص ومن مكان لمكان، لكن الجمال الحقيقي بيجي من جواه يا حبيبي. وكل ما كنت جميل القلب والعقل كل ما انعكس على شكلك الخارجي. قول لنا انت ايه مفهوم الجمال بالنسبه لك، وايه اهم جمال الشكل ولا جمال القلب والعقل؟ واستنونا دايما في اخر متر. ولون البشره الابيض كان دايما حلو تمام ولا اقولها تفصيل على وشي اول ما بتحط قدامي دي بتقلب جد جدا ورسميه قوي. كل واحد بقى يركز في الجهاز جوه، محدش يركز معايا.